القارئ علي مطر. أهلا وسهلا فيك علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شرفتنا برنامج حق التلاوة. شرف بحضرتك. الله يحفظك. الأخ علي مطر، بداية أنا بعرف صوتك صوت جهوري يعني هيك عالي، يدخل إلى أعماق القلب، وعندك نبرة قرآنية كتير حلوة. كيف تعلمت القرآن علي، وكيف تسمعت، وكيف بتدرب حالك بشكل يومي؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وشكرا على الإضافة. أهلا وسهلا فيك. التدريب هي بيجي من الاستماع. أولا أنا كنت بالمسجد وتأثرت بعض المقرئين، فبلشت أقرأ أنا وصغير، فبلشت هاي الملكة حالة القراءة القرآنية عندي تنمى شوي شوي، بس الاستماع هو أفضل طريقة لحتى الإنسان يوصل لمراتب عالية. طيب، موضوع الدورات اللي شاركت فيها، دورات التجويد، شاركت بعدة دورات بجامعة القرآن الكريم كذا سنة، بس تعرف انت حال الشغل بيكون ضاغط على الإنسان بتوقف شوي. طبعا القارئ بده ينسق بين شغله وبين قراءة القرآن الكريم، ما يكون في شيء على حساب شيء. صحيح. لكن طبعا القارئ بيعتبر أولويته قراءة القرآن الكريم يعني. صح. يعني القرآن الكريم هو لازم ياخذ حيز كبير من الإنسان، خاصة القارئ يفرغ حيز كبير لقراءة القرآن الكريم، يعني يخلي وقته معبى بالقرآن الكريم. طيب علي، كيف انعكست شخصية القراءة على شخصيتك؟ يعني كيف بتلاقي حالك مع زملائك بالشغل؟ خلينا نشوف لك شخصية القارئ القرآن له ميزة خاصة، له نكهة خاصة. يعني لما يكون واحد قارئ قرآن بده يراقب حاله أول شيء، يبتعد عن كل الشيء اللي بيصير يعني النفور من الآخرين. يعني أنت بالنهاية قارئ قرآن، يعني أي غلطة بتعملها مع زملائك بيقولوا لك أنت قارئ قرآن عم تعمل هيك. نعم. يعني لازم الإنسان يكون مراقب حاله، يعني هيك في لك إياه. أعطينا شي تجربة، شي مرة هيك صارت معك حادثة استخدمت آية من آيات القرآن الكريم، يعني كنت أنت مثلا فرض واحد غضب أمرار بيستذكر آية بهيك بيهدئ من روعه. أنا بصير معي حوادث كثيرة. نعم. عرفت كيف؟ يعني مرة واحد استفزني، قلت له ايه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهون هو استفزيته قال له بهالكلمة جاهلون. هلا أنا رجعت اعتذرت منه، قلت له مش قصدي أقول لك جاي، بس حتى أنا بس أوضح لك إنه لازم الإنسان يطلع الكلام الحلو من تمه عشان هو عم يقرأ قرآن، بالنهاية هو هذا إنسان قرآني. عرفت كيف؟ في حالات كثير بتصير مع بس واحد. الله يبارك فيك علي، وإن شاء الله دائما بالتوفيق. بنسمع قراءتك المباركة. إن شاء الله قدامك أنت يعني أستاذ القراء. العفو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الله. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الله. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الله. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل
وكل في فلك يسبحون. صدق الله العلي العظيم. الله علي، ما شاء الله ما شاء الله، شو الطبقة العالية عندك، حلو. قلت لك صوتك جهوري وحلو كتير. طبعا بدي اسألك ايه مدارس تهوى، صوتك الشيخ عبد الباسط، تسمع على الشيخ عبد الباسط؟ الشيخ عبد الباسط والمنشاوي، الشيخ المنشاوي. تسمع على الشيخ المنشاوي؟ بس هو صعبين يعني، واحد بده تسمعهم بده اي خلطة فيهم. مدارس عملاقة، الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط مدارس عملاقة. صحيح. هلا عم نتعلم من حضرتك يعني، نحن نتابع برنامجك، برنامج كتير مهم. الله يخليك علي، والله يبارك فيكم، وان شاء الله الى مزيد من التألق والتوفيق في قراءة القرآن الكريم. حبيب قلبي حاج، طولنا عمرك، وانا بشد على ايدك، برنامج كتير مهم، وبنصح كل المشاهدين والمتابعين واللي بيقرأوا القرآن يتابعوا برنامجك. الله يبارك فيك علي. حبيب قلبي حاج، طولنا عمرك. الله